اهلا بيكم في الواوا لاند. زي ما وعدتكم الفيديو المنتظر عن الواوا لاند، واقول لكم كل التفاصيل عنها وازاي تروحوا والاسعار وكل حاجه. بس يلا قبل ما ابدا في الفيديو الحلو ده وقبل ما اقول لكم كل التفاصيل والاسعار، اللي لسه اول مره يشوف قناتي ما تنسوش تشتركوا تحت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني، ولايك على السريع عشان نبدا في الفيديو الحلو ده على طول. اول حاجه خالص، اول ما تدخلوا كده من الاكوا بارك هتحسوا باجواء مختلفه جدا جدا جدا، والالوان، كميه الالوان المبهجه اللي موجوده في المكان، الكراسي والشماسي وكمان القعدات القمر اللي موجوده في كل مكان من الاكوا بارك. وهتلاقوا بقى الركن البعيد الهادي ده ركن المشروبات، تقدروا تشربوا اي حاجه درينكس في اليوم. بصراحة أسعار هناك حلوة جدا. وبالنسبة للأكوا بتاعة الكبار فهي عبارة عن 5 ألعاب أكوا بارك، وكمان في ألعاب للأطفال، يعني هتستمتع انت وأطفالك طول اليوم. بالنسبة بقى للأسعار، في عرض على الفترة الصباحية من 9 الصبح لغاية 1 الظهر، بتبقى التذكرة ب250 جنيه للفرد بالنسبة للكبار. أما بالنسبة للأطفال من سن 3 سنين لغاية 10 سنين التذكرة بتكون ب200 جنيه، وكبار السن بتكون مجانا. وعرض على الشاطئ إن هو تذكرة 75 جنيه دي انت تقدر ان انت تدخل الشاطئ مجانا في الفترة الصباحية. اما الفترة المسائية اللي هي بتكون من 2 لحد الساعة 7 بالليل فالتذكرة بتكون ب250 جنيه، وتذكرة الشاطئ بتكون ب75 جنيه. فكده العرض جامد جدا بالنسبة للفترة الصباحية، فالحقوا العرض. بالنسبة للفترة المسائية كل 4 التيكت الخامس هدية او فور فري. بيبقى فيه عروض كتير جدا زي ما انتوا شايفين، العروض هناك جامدة جدا جدا، هتستمتعوا بجد. بيكون فيه عرض كل يوم سبت وثلاث، فالحقوا العرض ده هيعجبكم كتير، وهتلاقوا فيه باندا وحفلات كتيرة جدا وعروض هتنبسطوا انتوا واطفالكم. فيلا بينا نشوف العرض الجامد جدا ده. بالنسبة للقعدات القمر هتلاقوا فيه جزء كراسي وفي جزء شيزلونجات لو حابين تقعدوا على شيزلونج. بالنسبة بقى للأكوا زي ما انتوا شايفين في أكوا على طول ستريت، وممكن تلاقوا بقى في أكوا حلزوني وحاجات وحركات. وبالنسبة برضو في أكوا للأطفال جامدة جدا جدا، وفي حاجة كده لطيفة ان هي بتدلق المية على الاطفال وهم واقفين، فحاجة ممتعة جدا جدا متنسوش تجربوها مع اطفالكم. وطبعا اسم الواوا لاند والباندا الشهيرة اللي موجودة في الواوا لاند، واللي بتيجي في اي وقت انتوا قاعدين فيه هتقدروا تستمتعوا برضو فيها، ومفيش مانع ان احنا ناخد زحليقة كده. يلا بينا هوب. بصوا يا جماعة مش هتزهقوا منها، هتحسوا ان انتوا عايزين وقت اضافي فوق اللي انتوا قاعدينه. بجد جميلة جدا وممتعة، وفي كمان منقذين تحت، يعني مش هتخافوا ولا تقلقوا خالص لو حد مش بيعرف يعوم.
بالنسبة لحمام السباحة مش هتلاقوه عميق خالص، هتلاقوا الجزء اللي هو موجود فيه حبل كده هو ده اللي بعده بقى عميق سنة بسيطة. لكن ما تخافوش خالص لو ما بتعرفوش تعوموا، هتلاقوا فيه منقذين تحت وهتستمتعوا. وانا حبيت اصور لكم المنظر من فوق عامل ازاي. بصوا بقى جميل جدا جدا، هتلاقوا مساحتها كبيرة وفي فندق بيطل عليها زي ما انتوا شايفين، وكمان في مكان تغيروا فيه الملابس عادي جدا، ومكان للباركينج، يعني تقدروا ان انتوا تستمتعوا تيجوا كمان بالعربيات بتاعتكم. بصوا بقى اهو بصراحة حلوة جدا، مفيش اي خوف منها وهتستمتعوا طول اليوم. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم فيها لما تروحوا، تكتبوا لي تحت في الكومنتات عجبتكم وايه النظام والحوار. وما تنسوش ان انتوا تقعدوا على الشاطئ الحلو جدا اللي هو شاطئ البوسفور، وهتلاقوا كمان الريفيو عنه او هتلاقوني ان انا بقول لكم عليه في فيديو تحت، هحطه لكم في الديسكريبشن تحت في علامة الاي وفي اول تعليق مثبت. هنا بقى المشروبات اللي هو الدرينك بتاع الهوت شوكليت اللي انا جبته، صراحة جميل جدا ولطيف وسعره برضو مناسب. اسألوا بقى على سعره هناك، انا مش فاكرة بصراحة، بس جميل جدا بصراحة. وفي كمان مشروبات ساقعة كمان، يعني هتلاقوا كل حاجة موجودة في الاكوا بارك. وبصوا بقى يعني هتقدروا تستمتعوا بكذا لعبة، حرفيا جميلة جدا وخطيرة. وحتى اللي هي اللعبة اللي هي عاملة زي الحلزون دي مش هتخافوا منها وهتقدروا تنزلوا. بصوا اهي اللي هي الزرقاء دي، في حد مستنيكوا تحت بحيث لو حد ما بيعرفش يعوم يطلعه. وهنا ده الجزء بتاع المشروبات زي ما قلت لكم، وفي بنوتة عسل قوي بتطلبوا منها وتجيب لكم المشروب لحد عندكم في المكان. وهنا زي ما انتوا شايفين العاب الاكوا للاطفال، تقدروا برضو ان انتوا تستمتعوا وتتابعوا اطفالكم برضو وانتوا قاعدين او وانتوا معاهم. متقلقوش برضو ان حمام السباحة بتاعت الاطفال مش عميقة خالص. وده درينك التاني، انا طلبت ايس شوكليت وكمان هوت شوكليت، فالاتنين حلوين جدا جدا واستمتعت بصراحة. في واحد اهو منقذ برضو قاعد على الاكوا بحيث لو حصل حاجة بيسفر لأي حد، صراحة على طول بيبقى فيه منقذ وبتبدلوا مع بعض، فهتلاقوا حد بيساعدكم كمان فوق. وفي زي كده المرتبة بتاعة اللي انتوا بتتزحلقوا بيها، تقدروا ان انتوا تجيبوها من جنب الحمام او جنب البسين، حمام السباحة او جنب البسين، وتطلعوا بيها فوق، او في برضو فوق يعني شوية فوق وفي شوية تحت. وانتوا برضو وانتوا طالعين بتاخدوا واحدة وبتطلعوا بيها، او تفضل معاكوا وبرضو تطلعوا بيها كده يعني. فهتستمتعوا برضو وهتلاقوها حلوة جدا 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 جدا. انا مش عايزة احرق لكم الجمال اللي موجود في المكان، بس انتوا هتشوفوه بنفسكم بجد، هتطلبوا ان انتوا تقعدوا الفترة التانية اصلا. وصراحة الناس هناك قمة في الاحترام والذوق بجد يعني. انا بصراحة كان نفسي اروحها من زمان قوي، واول ما عرفت ان هي فتحت روحتها على طول، فالموضوع كان حلو جدا ولذيذ، وانا فرحت جدا بصراحة انها فتحت. الاسعار هناك مناسبة جدا زي ما قلت لكم، الفترة الصباحية عليها عرض ان انتوا تدخلوا التذكرة بتاعة الاكوا نفس تذكرة البحر، يعني تقدروا ان انتوا تقعدوا على الشاطئ وتدخلوا الاكوا بنفس التذكرة بتاعة الاكوا، مش هتدفعوا زيادة. اما بالنسبة للفترة المسائية لو جايبين 4 معاكوا تدخلوا التذكرة او التيكت الخامس بيكون فور فري، يعني في كلتا الحالتين هتاخدوا عروض وهتستمتعوا جدا جدا. في برضو ان انتوا لو عايزين تاكلوا حاجة برضو في هناك ان انتوا تاكلوا او تشربوا او كل حاجة ممكن تقدروا تعملوها. السيرفيس هناك حلوة جدا، والناس هناك محترمة وكويسة والتعامل حلو جدا، محدش بيضايق حد، وهتفرحوا انتوا اطفالكم وهتقضوا يوم ممتع جدا جدا جدا.
بس كده انا خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وقولوا لي رايكم في الكومنتات. عجبتكم الاكوا بارك وناويين تروحوها ولا لا؟ ويلا روحوا على طول، ما تترددوش. لو رايحين مطروح عدوا على الاكوا بارك دي قدام حمامات كليوباترا على طول، ما تتوهش، وعلى طريق الغرام. واشوفكم في فيديوهات جديده من شوبينج ست البنات، وباي باي.